بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن كولر، نجم الموسم، وتشجيع جمهور الزمالك للشيبي، وقائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا غدا إن شاء الله. الأول إن أنا عايز أقول الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان الاهلي يكسب الدوري السنه دي. الفضل الاول والاخير بعد ربنا سبحانه وتعالى لكولر. ليه؟ لو تفتكروا من سنتين، السنتين اللي خسر فيهم الاهلي الدوري قصاد نادي الزمالك، كانوا بيعملوا نفس القصه دي. مع موسيماني، وموسيماني ما خدش باله منها. اللي هي قصه ايه؟ العب مؤجلاتك، العب. الاهلي هكسب انا، حتى لو بخسر بعض النقط، بس هبقى متقدم. وهيجي لي هو مضغوط، يبتدي يلعب ماتشاته كل يومين، يبتدي يقع منه اللعيبه، اللي بيقع اصابات، واللي يقع ارهاق، واللي يقع ضغط نفسي. تبتدي اللعيبه تفقد نفقد نقط، وبالتالي نفقد الدوري. كولر السنه دي بصراحه يعني لله كده، الراجل ده عمل يعني شغل. وجهه نظري، لا تقول لي سين ولا صاد ولا اي حد. عبقري 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 عبقري، مش في ان هو حتى في الافكار التدريبيه. انا وجهه نظري في عبقريته او قدراته في في ان هو ما حسسكش بارهاق اللعيب. التدوير اللي هو عمله بطريقه عبقريه. لدرجه ان انت النهارده اللعيبه بتخش فايقه ومكمله، وما عندهاش المشاكل البدنيه الرهيبه اللي احنا كنا متوقعينها. يعني انا واحد من الناس كنت بقول 5 6 ماتشات اوتوماتيك هيقع لعيبه. حتى ليه؟ بس كان بيعمل تدوير بطريقه حلوه. اللعيب اوتوماتيك بيخش ويبتدي يلعب، حاسس انه الاساسي، ويبتدي يدخل التاني والتالت. لدرجه ان انت لما تشوف النهارده الباك اليمين اللي هو خالد عبد الفتاح، اللي هو طول السنه ما لمسهاش، بقى الباك الاساسي في اهم مباراتين في الموسم. تخيل بقى، يعني بقى الاساسي في اهم مباراتين في الموسم تما. لان هو حسسه ان هو لاعب اساسي، وان هو واثق فيه. وتخيل انا يعني واحد من الناس برضو كنت متخيل في المباراه الاولى في مباراه بيراميدز اللي هيبتدي يا هاني يا عمر كمال. وهم عمر كمال اتصاب يومها، يبقى هاني كان لاعبه. في المره الثانيه الاثنين جاهزين، هاني وعمر كمال ولاعب. وتعالى بقى في وسط الملعب، استخدامه القفشه ممتع. سيبك من قصه ان هو احتياط، لا انا ما بحسش ان قفشه احتياط. قفشه من اهم لعيبه الاهلي. استخدامه لامام عاشور، واستخدامه لمروان، استخدامه الاكرم اللي بقى من اهم لاعيبه وسط مصر. وكان قبل كده الناس كانت بتقول ان هو بره مش هيبقى موجود. استخدامه لوسام. حسين الشحات بيقدم افضل مستويات، شوف، بالرغم من الضغط الرهيب ده. ولذلك انت تشوفوا يا جماعه ان هو عمل ايه؟ ثبت في اخر 4 ماتشات بس. يعني من اول ماتش قبل بيراميدز بمباراه، ثبت وبدا في بيراميدز ما غيرش. وبدات لعب بين بيراميدز وماتش الالموني، ده غير 10 تغييرات، لان الماتش يعتبر كان تحصيل يعني مش قد كده. وبعدين في الماتش اللي بعديه ثبت، لا رجع للتشكيل الاساسي. في الماتش اللي فات بتاع المصري رجع للتشكيل الاساسي. يعني خلاص في مراحل في الموسم كده قال لك لا خلاص انا ابتدي اثبت بقى والعب، لان انا ايه، لان انا خلاص داخل على وقت ما فيش تدوير كتير مش هيبقى مفيد. فالراجل دوت لازم ياخد حقه، وراجل محترم، وراجل فني كويس جدا، ونتمنى ان هو يستمر مع النادي الاهلي. تاني حاجه هنتكلم فيها الشيبي. انا عايز اسال سؤال لجمهور الزمالك او اي جمهور في مصر او اي حد، سيبك بغض النظر عن انا بتكلم عن الاهلي ولا اي حاجه. هل كان يستطيع الشيبي، السؤال كده، ان يعمل اللي عمله في مباراه الاهلي وبيراميدز، ده يعمله في المغرب؟ يقدر يعمل كده؟
يقدر يعمل اشارات للجمهور، يقدر ما يرفض ما يطلعش من الملعب، يقدر يعمل اي شيء من دوت يقدر يعمله في المغرب او في اي دوله تانية. السعوديه اللي مع احمد حسام ميدو كتب تويته مشوه على احد الجمهور. فهل هو يقدر يعمل كده في المغرب؟ ما اظنيش. هل يقدر يعمل كده في اي دوله فيها احتراف؟ ما اظنيش. لان هنا لقى اللي يبرر له خط. على فكره حسين الشحات غلطان، حسين الشحات غلطان في اول مره واتحكم عليه وبرضه وكل الناس ادتك حق، بس مش معنى انك انت اديتك حق انك انت خلاص نشتغل بقى نفتح صدرنا كده. دي فتحه صدر، تلاقي الناس والجمهور يقول لك راجل يا شيبي. ايه الثقافه دي يا جماعه؟ احنا مجتمع مصر ناس متحضره وناس بنخاف على مشاعر عيالنا واولادنا والناس بتحافظ على مشاعر عيالنا وبناتنا وستاتنا. فانا ما اقدرش ان انا اقبل الكلام ده واشجعه، وانا كجمهور راجل يا شيبي. راجل على ايه؟ راجل على ايه يا راجل؟ انت مراتك او بنتك او اختك او انت شخصيا موافق على اللي حصل؟ بغض النظر هو راح الشحات اخطا واللي يقول لك ما اخطاش، بس مش معنى انك تقول لي اصل ما خدش حقه والراجل زعلان والراجل حصل. ليه يا عم ما خدش حقه؟ يعني ايه؟ خد حقه بالقانون وراح اشتكى وخد حبس، والناس ادت لك حقك اعلاميا، الناس اعتذرت لك، كل شيء اتخذ. ما جيش ان انا اشجعه. يا جماعه يا جماعه لازم الثقافه بتاعتنا ولازم فكرنا كمصريين وناس بنحافظ على بيوتنا. احنا بنلعب كوره، وارد ان حسين الشحات اخطا وياخد عقابه، ولو الثلاث شهور اتنفذوا يتنفذوا، بس مش معناه ان انت بقى تيجي انت تعمل. ومروان عطيه يشتم ويشتم الجمهور، ومحمود عبد العاطي دون جاي. ليه يا جماعه؟ في ايه؟ وجمهور الزمالك يأيد ليه؟ فانا يعني بدين هذا يعني مش موافق على الكلام ده، وبقول ان انت لو بتشجع الغلط انت بتزرع ثقافه غلط. وهم نفسهم في المغرب او في اي مكان في العالم مش هيقبل الكلام الفاضي ده عمره. ده الكرة في الاساس مبدأ. فان شاء الله بتمنى التوفيق للنادي الاهلي. ثالث حاجه هنتكلم فيها اللي هي قائمه النادي الاهلي لبكره ان شاء الله. قائمه جاءت محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد لخط الدفاع. خط الوسط مروان عطيه، قفشه، كريم ندفد، اكرم توفيق، محمد عبد الله، امام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم، بيرستاو. خط الهجوم وسام ابو علي، محمود عبد المنعم. دي القايمه. توقعي ان شاء الله للتشكيل: محمد الشناوي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، ياسر، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد. خط الوسط مروان عطيه، اكرم توفيق، قفشه، لا معلش مش قفشه، امام. وخط الهجوم حسين الشحات ورضا سليم وسام ابو علي. اتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله الماتش ده باذن الله يحسم الدوري. لو الاهلي باذن الله كسب يبقى بنسبه تتجاوز ال 90%. لو تفتكروا انا قلت لكم قبل كده الاهلي لو كسب ماتش بيراميدز بنسبه 70 80%، لا انا بقول لكم بكره ان شاء الله بعد ماتش المصري لو الاهلي كسب بكره بنسبه 90 95% الاهلي حسم الدوري. واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.